هلو هلو، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله تكونون بخير. طبعا اليوم جايتكم فيديو تحفيزي غير شكل، ونبين من الصورة انه كان الغدا مالتنا شنو؟ دولمة حامضة ولاجعة، ومثل ما يقول دهينة وتجنن. تمنيتكم ويايا، واكيد ما دام هو روتين يعني ومسوين دولمة، يعني غسل مواعين وجلف بالمواعين وشوف التعب على أصوله عادي، لأن إحنا مثل ما يقول من نسوي هاي الشغلات الدولمة والأكلات الثقيلة العراقية مالتنا، أكيد أم البيت تخبص البيت هالشكل بالمواعين، كل شوية ترمي بصل وترمي معدنوس وإلى آخره. بعد أنتو كلكم تعرفون هاي الشغلات، ما يحتاج أقول لكم. حبايب، بالنسبة للفيديو اللي نزلته المسبق مال الغسالة والطباخ، إن شاء الله أنزل لكم فيو عن الطباخ وأيضا عن الغسالة صار وتدللون، لأن اجتيني هواية تعليقات بخصوص هذا الموضوع. المهم، انتو شلون تحبون الدولمة مالتكم؟ هم تحبوها لاجعة وحامضة؟ طبعا أكيد العراقيين إحنا هالشكل نحبها حامضة ولاجعة، وأكيد بيها شوية شحام ولحم وحبشكلات، لازم، لأن الأكل ما يحلى إذا ما يكون بيه شوية لحوم ودهون وشحوم. سهمنا وسهمكم العافية. وبعد الأكل أكيد شنو لازم نتحلى ونسوي لنا تحلاية طيبة. ولكن المواعين هي الكارثة، لأنه ما أحب أغسل مواعين، ودا أفكر أجيب لي غسالة مع المواعين حتى أخلص من سالفة المواعين. يعني تعرفين إذا تسوين فد نوعين من الأكل أو مسوية تفريزات أو دا تسوين حلويات، وأني بشكل يومي أسوي غدا وعشاء أو حلويات، فأكيد صار عندي هواية مواعين. فلذلك دا أفكر أخذ لي غسالة مع المواعين حتى أخلص من هذا الروتين مال غسل المواعين، يبقى روتين حياتي اليومي اللي هو تنظيف وطبخ، ويعني أكيد خضار وجهال وهاي الشغلات اللي كل امرأة عراقية وكل بيت عراقي هاي ظروفه وهذا روتينه اليومي اللي يمر بيه. أكيد يعني ما إلها شي ثاني، أو وقتات يعني نطلع خطار إحنا هم أو نروح سوق يعني. فأني ليش صارت عندي هالقد مواعين؟ لأنه مسوية دولمة، وهسه راح أشوفكم شلون سويت الدولمة. طبعا إحنا مسوين الفيديو مال المواعين قبل الدولمة. أو راح نبلش شنو بالحبشكلات. طبعا التمن أني غسلته ونقعته كلش زين، وبعدين شنو جيت دا أثرم المعدنوس أو الكرفس اللي متوفر بالبيت. وهاي طريقة جديدة للباذنجان، أحفره بهالشكل هذا على مود شنو ما يطلع عندي اللب مالته. فسويت الباذنجان والفلفل الأخضر، وأيضا عندي الشجر هم سويته، وسويت البصل، كلها خلف الكواليس على مود ما أطول عليكم الفيديو. فهالشكل حتى يكون ظريف وخفيف ولطيف عليكم. وأكيد هم سويت شنو بعد الثوم حتى نثرمه، فخليت باقي الشغلات البسيطة والطماطة همينة ما ننساها. أنا راح أسوي جدرين من الدولمة. خليت همينة عندي لحم مثروم، وعندي عصعوص مالية هم راح أخليه بشعب الجدرية، هم ينطي لها طعم ونكهة كلش طيبة. فراح أسوي جدرين من الدولمة، واحد إلنا ناكله وسهمنا وسهمكم العافية، والثاني دا أدز لصاغة الحماتي. وهالشكل لمينا أغراض الدولمة وخليت اللحم، وعلى مود تصير دهينة وتكون طرية هالشكل راح أضيف شوية زيت، مو هواية، يعني حنخلي أكيد بشعب الجدرية، ونخلي الملح على مود نتبلها. ونبدي شنو نضيف البهارات مالتنا حسب المتوفر عندك، كل وحدة تسويها بطريقتها وحسب المتوفر عندها بالبيت، هذا شيء أكيد. بالنسبة إلي يعني شنو البهارات اللي خليتها؟ طبعا أنا ثرمت الثوم ملاحظوه موجود، وراح أبدي أخلي 7 بهارات جدر، وعندي شوية كزبرة وشوية كمون وشوية عرق حار يعني زنجبيل ينطيلها أيضا طعم كلش طيب.
زين عيني. وهل متوفر بالبيت نعمة وبركة. بالنسبة للبهارات او اي شيء اخر، وهنا عندي بصل مطحون هم خليت، بالاضافة الى اني هم ثرمت بصل بس ما خليته هواية كمية. وراح نجي نخلي ملح الليمون او الليمون دوزي، يعني بعض الدول يسموه ملح الليمون، ونبدي نخلطها بهالشكل هذا. واني هم ثرمت بيها طماطة، بس قلت لكم خلف الكواليس على مود لا اطول عليكم الفيديو. وهسه راح اضيف بعدين هم راح اخلي معجون، لان هم ينطيلها لون وينطيلها طعم كلش طيب. زين عيني. هذا المعجون، هذا انا استعملت معجون التوسا اللي يجي بالشيشة، نوعية كلش ممتازة، يعني دا اشوفها احسن من باقي المعجون بالوقت الحالي، لان اللون الطماطة مالتها على حمار يجي، يعني ما يسوي الاكل على سواد. بالنسبة للمروقات كلش حلو اللون مالتها. وراح نبدي نخلطها بهذا الشكل لحد ما تختلط كلها عندي. هنا انا خليت العصعص مالية مال الخروف، وهنا انا جهزت عندي وهذا شكلها. راح نبدي نحشيها، واني من اسوي جدرين دولمة، يعني اخلي ايد منه وايد منه على الجدرين، اترسهم سوية حتى واحد شان يصير عينك ميزانك. بالنسبة للبصل يعني حتى اساويها. بالنسبة لباقي الشغلات والخضار، اضافة الى شنو بعدين انا حسيت بيها انه شوية فاهية، قلت خلي ازيد شوية ملح. هو ممكن الاضافة بعدين تجي مال الملح يعني اخر شي بالطبخ، بس اني كنت يعني هسه راح اطبخ لي جدر، لذلك ضفت عليها الملح. قلت يلا خلاص هاي خليني اكملها على السريع. يعني تعرفون ايش قد اخذت من عندي وقت؟ يا ويلي، كلش اخذت من عندي هواية وقت، لانه يعني الخضار كلها انقعها بمي وملح واغسلها كلش زين. ويعني هاي عندك السلق شلون على ما نظفته كلها تاخذ وقت، يعني تقريبا فترة طويلة ظليت والله اشتغل بيها. اكو بنوتات لا والله يقولون الدولمة ابدا ما تاخذ من عندنا وقت، لان هي اسهل شي عندنا بالبيت، يعتبروها شي سهل، بس أنا ما اعتبرها شي صعب، هم سهلة. بس شنو الشيء المزعج انه تجين من السوق، ومن تجين للسوق شو تسوين؟ تعزلين المسواق وتبدين تعقمين وهاي الشغلات. ان شاء الله يوم اللي نخلص من كورونا، ولو اني والله من قبل كورونا اني اعقم الخضار والفاكهة، خصوصا الاشياء الخضراء، يعني هاي الخضار الكرفس المعدنوس السلق من اجيبهم، او يعني حتى السبيناغ، هاي شغلات مو شرط الا كورونا او غير كورونا. والله يعافيكم ويعافينا ويبعد عننا وعن السامعين هذا الوباء الجاي مال الفطر الاسود والابيض والاصفر. طبعا هذا كله ما يجي كعدوى، كله يجي عن طريق الاكل، يعني الخضار والفواكه اللي تكون ما معقمه او ما مغسوله او تكون بها شويه سواد وواحد يجي ياكل من عندها، هي هاي المؤذي، لان هي ما تنتقل بالعدوى ولكن تجي بالاكل. فانتبهوا كلش زين بالنسبه لهاي المساله، وان شاء الله نسمع عليكم كل خير، وان شاء الله بلد معافى آمن من كل شيء، والله يجمعكم إن شاء الله بالخير والصحة والسلامة دائما وأبدا. وهاي جهزت عندي جدرين دولمة، لحد يقول لفيتيها كبار، لأن طلعت طعمها تجنن. أخاف وحدة تجي هالشكل فضولية تكتب لي ولو أنتم كلكم طيوبات، بس بالغلط تجي وحدة اثنين، أكيد هذا شيء طبيعي متعودين عليه إحنا. وحبيت أكافئ نفسي آخر شيء بشنو؟ بطشت مال نسكافيه أو كابتشينو. زين عيني. انا بالنسبه لي لا يهمني لا حر ولا برد، لان اني احب هاي شغلات مال القهوه والنسكافيه والكابتشينو، فما ادير بال اذا صيف او شتاء. وهاي المكافاه اللي اسويها لنفسي دائما ورا كل شيء اتعب او اشتغل، اسوي لي فنجان قهوه او طشت مثل ما تلاحظون مال نسكافيه وشويه حلايه. ولان انا دا اسوي رجيم تعرفون هاي كلها شغلات دايت. زين عيني. وهكذا هذا اليوم مالتي هالشكل قضيته، وهالشكل كان. بعد انتو شلون قضيتوا يومكم؟ اكيد انتو تعرفون. ولهنا وخلص الفيديو مالتنا لهذا اليوم وروتيننا، وان شاء الله ما طولنا عليكم،
وبالنهاية أقول لكم أحبكم كومات، ولا تنسون تخلونا لايك وتعليق حلو مثلكم حتى أعرف مريتوا وشفتوا الفيديو مالتنا لهذا اليوم. وأترككم برعاية الرحمن وحفظه، ومع ألف سلام.